بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن اجهزه خلاص نازله في خلال 15 يوم من دلوقتي. طبعا بقى سامسونج ايه 17. وبص الفئه من اول 6000 جنيه لحد 18 و20 الف جنيه دي مدعكه. ريلمي منزله، فيفو منزله، وان بلس منزله، سامسونج منزله حته جهاز. ناس كتير جدا بتقول لك ما فيهوش اي تغييرات، بس الجهاز ده هيبيع احسن من سامسونج اي 13 واي 14 واي 15 واي 16. هو الاي 17 النسخه اللي نزلت ممتازه جدا 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 وبريميوم على تسعيرها خرافي. وتحت ال 10000 جنيه لو بتفكر ان انت تنزل تشتري اجهزه، 3 اجهزه نازلين مصر ضمان محلي خرافيه، 2 من شاومي وواحد من سامسونج. من 10 ل 20000 جنيه اجهزه كتيره جدا نازله، من 20 ل 30000 جنيه اجهزه كتيره جدا نازله. 10 اجهزه نازلين في خلال 15 يوم بالظبط من دلوقتي. تسعير، امكانيات، مش تسريبات. لا، فيديو التسريبات كان اللي فات وكل حاجه قلناها فعلا حصلت. حتى التسعير جايبه لك النهارده بشكل حصري. قبل كل ده لايكك وفولو، صلي على النبي، هات اللايك الشاي بتاعك، تعالى معايا. طبعا الجهاز الاولاني اللي نازل لك ب 7000 جنيه بالظبط من ريدمي 15. وده ريدمي هنا بص قررت ان هي تحط لك معالج نازل ب 15 وب 20000 جنيه في جهاز تحت ال 10000 جنيه. في عيوب الجهاز هتتنازل عن كاميرا وهتتنازل عن حاجات، بس الجهاز ده هيبيع. معالج سناب دراجون بالاسعار دي ب 7000 جنيه، 128 جيجا رام 8 عظمه، هيكتسح. ريدمي 15 معاك اي بي ريت 64، طبعا حمايه كورنينج جوريلا جلاس 3 ليفل 6 متعدله الاصدار السادس. 20 جيجا رام 8 و256 جيجا رام 8 وفي 128 جيجا رام 6 هتنزل. مش وارد ان هي تنزل من نازله 128 جيجا رام 8 ب 7000 جنيه بالظبط. بطاريه 7000 ملي امبير، شحن 33 واط، شحن عكسي 18 واط لاول مره تحت ال 10000 جنيه من شاومي. معالج 6 اس جين 3 ده بريميوم جدا ان هو ينزل لك ب 7000 جنيه نقطه من اول السطر. معالج ادرينو 619 عظمه، سرعه النقل 2.2 يو اف اس 2.2 بصوت ستيريو هاي ريزوليوشن اوديو. معاك شاشه اي بي اس ال سي دي 144 هرتز ماكس 900 نتس. طبعا حمايه كورنينج جوريلا جلاس 3 باي بي 64. اندرويد 15 هايبر يو اس 2. كل ده نازل لك ب 7000 جنيه. الجهاز ده الاول سفاح من شاومي. في منافس؟ مفيش حاجه هتنافسه. الجهاز التاني من شاومي بوكو ام 7 برو نازل نفس التسعير بنفس الامكانيات بنفس كل حاجه. 256 جيجا رام 8 بكاميرا 50 ميجا بكسل، كاميرا قدامانيه 8 ميجا بكسل زي الشاومي اللي فات الريدمي 15. نازل لك ب 7500 جنيه. شاشه اي بي اس ال سي دي 144 هرتز 900 نتس اي بي 64، كاميرا 50 ميجا بكسل قدامانيه 8 ميجا بكسل، بطاريه 7000 ملي امبير، شحن سريع 33 واط، نفس كل حاجه مغيرين بس اسمه. بكام؟ 7500 جنيه. هينافس؟ هيحط في السعر ده. معالج 6 اس جين 3 5 جي بالسعر ده بالسعر ده عظمه. الجهاز بقى اللي بعد كده من سامسونج اي 17 5 جي نازل لك ب 8000 جنيه مصر، 128 جيجا رام 8 حصري. التسعير ده بتاعنا اللي انا بقول لك ده حصري. 256 جيجا رام 8 نازل لك 8700 جنيه حصري. علم على التسعير ده هتلاقي هو اللي نازل في خلال قد ايه؟ 15 يوم بالكتير قوي هيبقى معانا. هينافس جدا. اي بي ريت 54، لغوا المخرج 3.5 زي الاصدار اللي فات الجيل اللي فات اي 16. في تحسينات كتير جدا. شاشه 800 نتس سوبر امولود 800 نتس. طبعا حمايه كورنينج جوريلا جلاس فيكتس ان هي بتنزل لك ب 8000 جنيه عظمه. اي بي ريت 54 عظمه. والطبقه الحمايه ليفل 5 يعني متطوره احلى من الاصدار اللي فات ب5 مرات. معاك كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، كاميرا الترا وايد 5 ميجا بكسل، كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل، كاميرا قدامانيه 13 ميجا بكسل بالسعر ده. سامسونج. المعالج بقى قصته قصه اللي هو 1330. المعالج ده ممتاز جدا، في يعني بيوازي هيليو جي 99 الترا بس احسن طبعا. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، مستشعر الكاميرا من سامسونج
50 ميجا بكسل و 13 ميجا بكسل مع معالجه اكزينوس، هتاخد سوفت وير متناغم، هاردوير متناغم، كاميرا احسن ما تكون بتصور 4K، كاميرا بتصور 4K ممتازه. بص الجهاز ده تحت ال 10000 جنيه لحد 12 13000 جنيه ملوش منافس، ملوش منافس. احسن من هونر اكس 9 سي، احسن من اجهزه اعلى منه كاميرات. ده احسن جهاز كاميرا ممكن تجيبه من سامسونج. شبكات يعني متوسطه، شبكات متوسطه. موبايل بيسخن اكيد بيسخن. معاك بطاريه 5000 ملي امبير، شحن سريع 25 واط. معاك النوتش. هتقول لي النوتش مش مشكلتي النوتش، انت عندك بسم الله الرحمن الرحيم 8000 جنيه من شاومي شاشه عشان تديك نوتش كويس. مديك اي بي اس ال سي دي سوبر امولود، طبعا حمايه كورنينج جوريلا جلاس فيسكتس. معاك اسم حصريا النسخه دي. معالج انا بالنسبه لي المعالج ده على دماغي من فوق 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 دماغي. 1330 ده 5 نانومتر جاحد، هيلعبك ببجي مستريح على 40 فريم متوسط. عظمه. بلوتوث 5 و3 من 10، واي فاي 5، صوت ستيريو، تصوير 4K. الموبايل ده نازل ينافس، مش موجه للاداء. طب في الاداء بيأدي معاه. تقييمي ليه 10 مليون من 10. كان كل سنه سامسونج بتبهرنا، السنه دي الجهاز ده اعلى نسبه بيع في السنين كلها. ما تجيبش جهاز الايام اللي جايه واستنى الجهاز ده من 10000 ل 15000 جنيه نازل لك جهاز بص هينافس وهيكتسح. شاومي ريدمي 15 5G هينافس. هينافس. نازل من 10 ل 15000 جنيه. امكانياته سفاح. شاومي السنه دي ناويه ترجع تعيد امجادها. بص بقى الجهاز ده بالتسعير ده عليه طبقه حمايه شاومي دراجون كريستال جلاس اي بريت 68 بتاعت فلاج شيب، نزلك في السعر ده. الموبايل ده ضد الكسر 360 درجه. الموبايل دي اي بريت 68، اي بي 68 بينزل تحت المايه متر ونص، يقعد معاك نص ساعه. عظمه بالسعر ده. شاومي نازله تفشخ الواقع بمعنى اصح. معالج سناب دراجون 6 جين 3 بالسعر ده ولا نص كلمه. هايبر اويس والتحديثات 3 سنين اندرويد و4 امان بالسعر ده. بقول لك الموبايل ده تحت ال 15000 جنيه صفقه، صفقه بالسين. كده صوت ستيريو من دولبي اتموس، بطاريه 5800 ملي امبير، شحن سريع 45 واط. الموبايل بقى فيه عيوب. اول حاجه في العيوب ان الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل ممتازه، الكاميرا القدامانيه 8 ميجا بكسل، الكاميرا الاساسيه بتصور 4K، الكاميرا القدامانيه بتصور 1080 8 ميجا بكسل. كاميرا سيئه جدا، ده العيب الوحيد اللي في الجهاز ده. صوت ستيريو من دولبي اتموس. طب الموبايل ده هيبيع جامد جدا 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 جدا. اي واحد مش مهتم بالكاميرا اللي قدام. عايز اقول لك على حاجه، الكاميرا القدامانيه دي بالنسبه لي مش مهمه، انا ما بفتحش الموبايل الا لو بتصور سيلفي، عايز سيلفي وخلاص. الموبايل ده هيبيع نازل لك في رينج ال 14000 جنيه، 256 جيجا رام 8. عظمه. ممتاز بمعالج 6 جين 3 بشاشه ممتازه بكل حاجه. عظمه العظمه من شاومي. بص بقى ريلمي 15 ده السنه دي غير اي سنه، بس سعره عالي. سعره نازل في رينج الفوق. اقل نسخه نازله حاجه و20000 جنيه. بس بصراحه السنه اللي فاتت كان هري، السنه دي مش هري. عشان الواحد يقول اللي ليه وعليه، مش اللي انا اطبل وخلاص اقول احذر قبل شراء. اروح اسرق فيديو بتاع واحد واقول احذر قبل شراء كل شويه، هبقى عبيط. لما اطلع اقول انفينكس جهاز انفينكس نوت 50 هس وحش والناس تحفل عليا في الجروبات عشان انا بس افكار ابقى حافظ، مش فاهم، انا عبيط. اما جهازي يبقى حلو اقول انا بحله. اما كنت بطبل من غير فلوس، انتوا عارفين احنا بنتكلم على مين. وسبحان الله. نرجع للفيديو. ريلمي موبايل نازل جامد جدا. معاك اي بي ريت 68 69K، معاك طبقه حمايه ممتازه، شاشه اولد 144 هرتز 5000 هرتز. الفليكر بتاع العين بتاعت فلاج شيب، نازله في فلاج شيب بتاع سامسونج اس 25 الترا. فليكر العين ده 1 بليون كلر، دولبي فيجن، اتش دي ار 10 بلس. فالشاشه دي بتدعم كل حاجه. شاشه في الرؤيه 10 من 10، مش ناقصها حاجه حتى في طبقه الحمايه. طبق اي بي ريت عظمه العظمه. هنا معاك بطاريه 7000 ملي امبير، شحن سريع 80 واط، صوت ستيريو من دولبي اتموس ممتاز. اندرويد 16 نازل على الجهاز، 3 سنين اندرويد و4 امان. تحديثات معالج دايمنستي 7300 بلس، كان نفسي يبقى 8350.
بالسعر ده كنت اقول لريلمي الجهاز ده احسن جهاز نزل السنه دي في 2025 2026 2027. المعالج حلو، العبك 90 فريم على بابجي مرتاح. معالج حلو، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، كاميرا قدامانيه 50 ميجا بكسل، كاميرا قدامانيه 50 ميجا بكسل بيصور 4K، صوت ستيريو، جهاز عظمه، 256 جيجا رام 12. جهاز السنه دي حلو من ريلمي بصراحه. السنه اللي فاتت قلت لكم جهاز معفن، السنه دي حلو. ريلمي 15 5G نازل السنه دي ينافس، ويبقى ينافس احسن لو نزل لي في رينج ال 20000 جنيه اعلى نسخه. يبقى انت كده ريلمي ممتاز. اللي نازل بقى بينافس ده بس ارخص منه ب 3 4000 جنيه. وبالنسبه لي ريلمي بقول لك السنه دي احسن ليه؟ نازل باي بي ريت 68 69 كي، ريدمي 15 برو 5G، ريدمي نوت 15 برو 5G، شاشه اموليد 104 120 هرتز مش 144 هرتز زي اللي فات، 1 بليون كلر، دولبي فيجن اتش دي ار 10 بلس، 3600 هرتز للعين، فليكر بيحمي عينك، ماكس 3200 نتس، 256 جيجا رام 12، سرعه النقل يو اف اس 2.2، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بتصور 4K، كاميرا قدامانيه 20 ميجا بكسل بتصور 1080. عشان كده التاني بقول لك ريلمي تفوق السنه دي. 256 جيجا رام 12، معالج دايمنستي 7400 الترا، 45 واط، بطاريه 7000 ملي امبير. ريلمي السنه دي هتحط 3 4000 جنيه بس. انا واحد من الناس بحب ريلمي، اغير ريلمي السنه دي ويبقى ان شاء الله ريلمي 15. وفي مراجعه هنا في القناه لريلمي 15، لان الموبايل انا مش النوع اللي هو كل شويه بغير جهاز والهبل ده وكل شويه بعمل ريفيو، مش عمال على بطال. لا، حاجه كويسه بقول لك كويسه حط فيها فلوسك. انت ما بتشتريش كل يوم. فاضل لنا بقى ريلمي 15 برو وريدمي نوت 14 برو بلس وريدمي نوت 15 برو بلس، جاهزين دغدغه. طبعا هنا معاك بقى الشاشه بالشهاده عسكريه بطبقه حمايه كورنون جوريلا جلاس عارفينها طبعا، اي بي 68 69 كي، شاشه اموليد 144 هرتز، دولبي فيجن اتش دي ار 10 بلس، هرتزات 4600 هرتز، بتحمي عينك، فليكر لاعلى بتاع فلاج شيب، معالج 7 جين 4. ده نازل ينافس فيفو في 60 اللي هو نازل كمان 15 يوم. كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، كاميرا قدامانيه 50 ميجا بكسل. المعالج بس هو اللي هيبقى اعلى شويه، 7 جي 4 احسن من الدايمنستي، احسن منه احسن منه. بطاريه 7000 ملي امبير، شحن سريع 80 واط. ريلمي 15 برو هينافس، هينافس، ينزل سعره 27000 جنيه، هينافس معاهم. عظمه العظمه. اخر جهاز معانا بقى مخليه لك الاخر وده احلى جهاز النهارده، ريدمي نوت 15 برو بلس، هينزل مصر يعمل قلق. على فكره عايز اقول لك على حاجه، شاومي السنه دي قررت ان هي تنزل سعرها عن ريلمي وتقلل في الامكانيات. يعني اللي فات كان 7 جين 4 ريلمي هيبقى اغلى منه 3 4000 جنيه، شاشه 144 هرتز، الفليكر بتاع العين بيحمي احسن. شاومي قصت ال 3 4000 جنيه دول عشان تديك امكانيات اقل. بص امكانياته بقى، اي بي ريت 68 69 عادي مش كي، اي بي ريت 68 69، شاشه اموليد 68 بليون كلر 120 هرتز، 3800 هرتز، العين اتش دي ار 10 بلس، ما فيهوش دولبي فيجن. طبقه الحمايه شاومي دراجون جلاس كريستال. معاك معالج ادرينو 810 رسومي هيبقى كويس في الالعاب، مع معالج 7 اس جين 4، 256 جيجا رام 12، سرعه النقل يو اف اس 2.2، بطاريه 7000 ملي امبير، شحن سريع 90 واط. ايه تاني؟ كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، كاميرا تيليفوتو 50 ميجا بكسل، كاميرا قدامانيه 32 ميجا بكسل بتصور 1080. يعني هتدفع فوق ال 20000 جنيه تاخد جهاز مش بيصور 4K، اللي هو الشركات الثانيه سامسونج عامله سامسونج اي 36 وام 55 ب 14000 جنيه بيصور 4K. السنه دي سنه ريلمي. احنا خلصنا. لو عجبك الفيديو لايك وفولو، صلى على النبي، ومع السلامه.